خلاصة الكلام في شراء عربية مستعملة. الموضوع ده من أهم وأخطر وأكبر المواضيع في عالم العربيات. موضوع طويل ومرهق جدا. 90% مننا بيشتري عربيات مستعملة، و90% من اللي بيشتروا عربيات مستعملة ما عندهمش الخبرة الكافية للشراء. عشان كده مش بيبقى قدامهم غير 3 حلول: يا بيشتري بخبرته البسيطة، وغالبا بيقع فريسة للتجار يقطعوا رقبته إلا من رحم ربي، يا بيشتري من حد جار أو صديق أو قريب، وبرضه هو وحظه ممكن برضه يلبس في الحيط. طريقك مسدود 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 يا ولدي. فطبعا الناس بتهرب من كل ما سبق وتروح تشتري زيرو ولو حتى قسط، وهنا بيقعوا فريسة للبنوك وشركات التأمين يقطعوا رقبتهم. طب والحل ايه؟ الحل السحري دائما وابدا انك تعتمد على نفسك. طب ازاي؟ والخبره نجيبها منين؟ انا اقول لك ازاي. في مجموعه نقاط لو مشيت عليها باذن الله هتشتري احسن عربيه، ومش هيضحك عليك ابدا باذن الله. بعد المقدمه الطويله دي نبدا موضوعنا بسم الله. اولا وقبل اي شيء لازم تكون محدد لنفسك هتشتري ايه قبل ما تنزل تدور او تشتري. بمعنى عايز عربيه عائليه، عربيه شبابيه، عربيه سفر، ولا جوه المدينه؟ حدد احتياجاتك للعربيه، ثم حدد الفئه السعريه واخرك كام. لو فرضنا اخرك 150، دور على العربيات اللي بعد 160 الف جنيه. ليه؟ لان طبيعه الشعب المصري بيزود وانت تروح تفاصل. حدد الفئه السعريه ومتطلباتك للعربيه، بكده هتكون حكمت اختياراتك بين 5 عربيات تقريبا. هتحاول تشوف اي صديق او قريب ليك معاه نفس العربيه وتركبها وتقعد فيها وتسوقها، عشان ما تجيبش العربيه وتتصدم وتلاقي نفسك مش مرتاح فيها، ولو فكرت تبيع هتخسر. فجربها الاول، وادخل على النت واسال ملاك العربيه مميزات وعيوب العربية ايه. اسأل الملاك، ما تسمعش من سميعة وفتاين زي حالاتي. اللي معاه العربية هو أدرى أو أكتر حد أدرى باللي فيها. أهم نقطة تخلي بالك منها وانت بتحدد اختياراتك للعربية، تتأكد ان قطع غيارها متوفرة وفنيين الصيانة موجودين في البلد اللي انت فيها. حذاري تجيب عربية مش منتشرة، هتتعب تعب السنين. المهم اخترت وحددت هدفك وهتنزل تشتري خلاص. انزل دور على العربية والحالة الاستثنائية حتى لو زايدة عن حقها 15,000 جنيه طالما مش هتتاجر. الحالة الاستثنائية عبارة عن عربية أقل من 80,000 كيلو متر وبدون بوية نهائي، فابريكا بالكامل ورخصة طويلة وحالة عامة داخلية وخارجية ممتازة، وموديل لا يزيد عن 5 سنين فاتوا. عربية الحالة غالبا بتبقى مع التجار، ما تخافش، ادخل عليهم وانت فاهم ومطمن. ولازم تكون عارف سعر السوق، ودي هتعرفها من نفس السعر المعروض بنفس الحالة على مواقع العربيات المستعملة. وبرضه هفكرك ان اللي عارض عربية مزود عن ثمنها من 5 ل 10,000 جنيه ل 15 ل 20. الاسعار دلوقتي فالزيادة ديت لزوم انفصال. طيب هتجيب عربية منين؟ قدامك 4 اختيارات: معارفك، معارض او تجار حواليك، سماسرة سيارات، والمعروض على النت. خد بالك كمية الغش وقلة الضمير كتيرة جدا. وصلنا للعربية ايا كانت الطريقة، خلاص بنشتري. هنعمل ايه بقى؟ ده لب الموضوع. هتقف قدام العربية من بعيد وتلف حواليها وبنظرة فاحصة. هل العربية واقفة مظبوطة ولا مايلة بجنب ولا مقلوبة لقدام ولا لورا؟ طيب واقفة مظبوطة كده وذكر تمام. لون البوية موحد ولا في باب او رفرف مختلف عن باقي لون العربية؟ فاتح غامق؟ ركز قوي في حكاية اللون دي. بص من بعيد على اجناب العربية وسقفها وكبوتها، سلام ولا معرجين؟ قرب شوية وبص على فواصل الصاج، أي المسافات ما بين الباب والرفرف، الكبوت والرفرف، الابواب وبعضها، الابواب وجسم العربية، الكبوت والشنطة. لازم تكون فروقات العربية مظبوطة، فوق زي تحت، يمين زي شمال، فوق زي تحت. ما عليك، كل اللي فات تمام. مشي أطراف إيديك بظهر إيديك ونقر بظهر ضوافرك وانت بتلف على العربية. الصاج السليم اللي مش راشش صوته رنان، اما الصاج اللي راشش ومليان معجون هتلاقيه مكتوم. محسوسة جدا ما تقلقش، بس عايزة شوية ممارسة. كل اللي فات تمام. بص على الكاوتش، تاريخ انتاجه قديم ولا جديد؟ المداس متاكل ولا جديد؟ طب لو متاكل شويه التآكل شبه بعضه ولا في جنب وجنب؟ كل ده بيدلك على حاله العفشه اجمالا. اوعى تشتري عربيه كاوتشها مفلق او كل فرده نوع، دي بتبقى يا مع واحد جايف معفن وابعد عنه، او مع تاجر جايف برضه اخد كاوتشها الجديد وجاب طقم كاوتش مستعمل ملموم من عند اي بتاع كاوتش عشان يكسب بزياده وبرضه ابعد عنه. يا اما تنزل ثمن الكاوتش من سعر العربيه. كده احنا خلصنا من المعاينه الخارجيه. نبدأ بقى نعاين قلب العربية. هنفتح الكبوت وهتبص على صدر العربية من قدام، اللي هو الصدر الصاج اللي في مقدمة السيارة اللي شايل الفوانيس والريداتير والاكسدام. معرج فيه آثار دق
او بويه، مسامير اطرافه باين فيها علامات فك او تركيب. طيب الفوانيس القواعد بتاعتها مكسوره ولا سليمه. اهم حاجه تكشف على صدر العربيه ده كويس جدا، لان اي خبطه في وشها بتعلم، والخبطه في الوش ما فيهاش معلش. لو تمام يبقى خلاص. نام تحت وش العربيه وبص على الصدر التحتاني وشاسيه الاكسدام. اللي بيصلح او بيخبي حاجه بيصلح من الخارجي ومن فوق بس، ما بيهتمش من تحت. من هنا انت تقفشه. هتبص على طرف الكبوت اسمه الفليتو، هل فيه طقه او رده قبل كده. كمان هتبص على مسامير تثبيت الكبوت، عليها علامات بويه، عليها علامات فك وتركيب. فيه ناس العربيه لما بتعمل حادثه وتجيب كبوت على لونها وتركبه، فخلي بالك. نفس الفحص اللي عملناه للكبوت هنعمله للاربع بيبان وباب الشنطه. للشنطه هنزيد عليها مشكورا انك تحل الاستبن تخرجه بره، وتبص على ارضيه الشنطه في اعوجاج في الصاج او اي تخزينه. ركز معايا الله يرضى عليك. المهم هنفتح بقى الصالون، عين الفرش والطابلوه والكراسي، راجع على كل الكماليات شغاله ولا لا. اهم مصيبه التكييف، يا شغال كويس يا مش شغال خالص. اللي يقول لك عايز يتشحن قول له اشحنه انت. صيانه التكييف غاليه. بص على كليات العربيه وطابقها على حاله الطاره ومقبض الفتيس وكاوتش الابواب والدواسات. لقيت بقى الحاجه دي متاكله والعداد 30,000 يبقى البياع غشاش. لسه بقى ايه نشيك عليه يا رجاله؟ لسه الموتور والعفشه والفتيس. الموتور هتدور العربيه بدون ما تدوس بنزين واسمع صوت الموتور طبيعي ولا فيه برجله، ناعم ولا خشن. شغل التكييف وشوف تاثيره على انتظام الموتور. خلي حد يدوس بنزين وانت بص على عادم السياره، عادي ولا ليه لون. حط ايدك على ديل الشكمان وشوف الشكمان منفس ولا سليم. شم ريحه ايدك، ريحتها بنزين نايم او اتعكت هباب مزيت. كل ده بيقول لك حاله الموتور كويسه ولا لا. اسمع كويس، فيه اصوات خربطه من فوق من تحت. اقعد في العربيه والعربيه دايره ودوس دبرياج للاخر واسمع كويس. صوت الموتور اختلف مع او بدون دبرياج. دوس دبرياج وادي كل غيارات العربيه وهي واقفه، شوف فيها عضه في الغيار ولا لا. الاوتوماتيك اركب العربيه وامشي بيها، شوف فيه غيار بيأخر معاك ولا لا، وشوف النقله ما بين النقله والنقله بيجي ناعم ولا فيه تأخير. وبكده انت تعرف تشتري العربيه لوحدك ومحدش ينصب عليك ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتشارك الفيديو عندك